القلة هي أكلة شعبية اقترنت باسم مطعم فتح أبوابه مؤخرا بمنطقة سهلول بسوسة، فلم تكن مجرد أكلة شعبية يتميز بها هذا المطعم، بل جسمت رمزا لخصوصية ينفرد بها من دون بقية المطاعم، تتمثل في توفيره لفضاء المتحجبات وبيوت خاصة بالمنقبات، إلى جانب استقباله لمختلف الشرائح والفئات الاجتماعية الأخرى. قليلة ولا كذا جات فكرة يعني سبحان الله يعني بسرعة جات. خذينا المشروع هذا ومن بعد جات الفكرة كون واحنا نمشيو بطبيعتنا بلاد الحرمين، شفنا معناها مرة لكون المطاعم نتاعهم منها يعني كي تدخل المطعم تلقى يعني منها طوال منها سيبارين نقولوا احنا للمنتقبات وللناس الملتزمين اللي يحبوا مثلا هذا بطبيعة الحال الناس كل ملتزمة على كل حال هي، لكن فما ناس يحبوا مثلا على راحتهم. احيانا تلقى حتى ناس يعني ماهوش بالنقاب وكذا يحب ياكل ماكله من راحت. وكذلك احنا عملنا هذا ما قلنا للناس المنتقبات، قلنا للمنتقبات بطبيعة الحال المنتقبات مطعم اسلامي على الطريقة الاسلامية. وهذا هذه القصد ما ماناش قصد باش نعمل مطعم كما نقولوا، عملنا مطعم للناس الكل، ان شاء الله ربي يستر هكا. فيها حتى مقابله انك عملنا المطعم هذايا خاطر معولين خاطر بلاد مسلمه هي بطبيعتها بلاد مسلمه بلاد اسلام، عملنا مطعم اسلامي انا حشته خاطر اني جيت باش نتعشى في الدار، انا ومرتي ما بقيتو نتعشى، قداش المرة حبيت نتعشى انا المراه واخواتي وكل شيء ما بقيتو نتعشى، هذاك علاش خبرنا في المطعم هذايا الاسلامي. هل أن المطاعم الأخرى غير إسلامية؟ وهل هناك فوارق جوهرية بين الصنفين؟ هل يشكل وجود ملتحين عاملين في هذا المطعم مصدر تنفير؟ جملة من الاستفسارات حملناها إلى زائري هذا المطعم، والذي لاقى استحسان كل من استجوبناهم على اختلاف توجهاتهم، حيث رأوا فيه طرافة على قدر جودة الخدمات التي يقدمها، فيما اعتبره البعض الآخر بديلا لبقية المطاعم وبداية تأسيس لعقلية تستنكر الاختلاط. عادي، هو المطعم معروف ياسر وفما حتى قلق وفما صارت في حتى شيء، ومش أول مرة نجي ناكل. لا عادي، مش مخوفني شيء معناتها. نورمال، بورتون عمي ملتحي كيف ما يخوفنيش. الفرق بين الريستوران هذا والمطاعم الاخرين اللي كونه فما معناها تنجم تلقى راحتك معناها تنجم تاخذ كوان نقولوا احنا وتبدا نعم مستقله، حتى امراه معناها تبدا متدينه وكذا، اللي كان سخنت وتنجم تلحم حرمتها هي في العائله نتاعها الكل بتلقى راحتها معناها تاكل كل اريحيه. المأكولات اخلاق عاليه ما شاء الله، نرحب بجميع الحضور، وحقيقه ان هذا المطعم منذ قدر لي العمل فيه هو من اجود المطاعم وانظف المطاعم من حيث الاخلاق، من حيث تقديم المأكولات، ومن حيث الابتهاج والبسمه في وجه المتقبل، في وجه الحضور، في وجه باللغه نتاعنا الكليون، هو الكل هو الرواه هنا في الريستوران. معناتها حتى نفسيا تبدا مرتاح، معناتها حتى بدون اختلاط معناتها تبدا مرتاح نفسيا. وفي المطعم الاختلاط تبدا متشن ماكش على راحتك، ما تلقاش راحتك. وهذا معناتها في سنة الإسلام، معناتها الله عز وجل حرم علينا الاختلاط. معناتها يعنيش إرهابيين، سلفيين يعني من السلف الصالح. إذا أنت باش تقرن السلف الصالح بالإرهاب ما تجيش. إرهاب ومع عباد تجار دين استعملوا الدين لأغراض سياسية لأغراض، بينما السلف من السلف الصالح من أحباب الرسول صلى الله عليه وسلم. خصص للمنقبات بيوتا خاصة باعتماد عوارض خشبية تجعل المنقبة بعيدا عن الأعين وتمارس عملية الأكل بكل أريحية. فرحانة بالحاجة هذه الحمد لله، يعني كنا محرومين منها، كنا محرومين من بلاصة يعني الإنسان يتفرهد فيها وينمي سبحان الله، يعني إنه يتفرهد مع عائلته ويخرج. كنا يعني إذا خرجت لبلاصة يا تلقى منكر يا تلقى يعني حاجة اللي أنت ما ترضيش ربي باش تقعد وتتفرهد وتنجم تهز نقابك باش تاكل يعني مع عائلتك وتتفرهد الحمد لله حاجة يعني حاجة باهية معناها بالنسبة للملتزمين والمتدينين. إن شاء الله ربي يوفق وربي حاجة معروفة. هذه حاجة كنا محرومين منها، كنا في السابق كنا محرومين إنه الإنسان باش يخرج زوجته ولو تكون متنقبة وتكون متحجبة، غريب باش يخرجها مثال ريستوران مطعم يكون فيه مانيش عارف فيه اختلاط وكذا. الحمد لله ربي ناب علينا وربي يفتح علينا بهذا المطعم فضل من الله. وانت تلقى تسمع فيه كان آيات، تسمع فيه أناشيد، ما تسمعش حاجة منكرة، ما تراش بعينك
عندك ثم جانب خاص بالمتنقبين والمتحجبات. طيب وما نمنعوش زادك مش متحجب مرحبا به، يشوف الامر باذن الله، باذن السميع العليم قلبه يحن يولي يتحجب. نتربي المنتقبات كاو، ما نتربيش اي فم فقط منتقبات كاو، ما نتربيش ونلقى راحتي ويبدو فرحانين زاد كي تربيهم مراهقه وراحتهم ويبدو فرحانين. القلة مطعم بقدر حرصه على تلبية رغبات زبائنه الغذائية، فإنه يسعى إلى مراعاة خصوصياتهم الدينية، حتى أنه أصبح يصنف بالمطعم الإسلامي. فهل سينتشر مثل هذا الصنف من المطاعم في بلادنا، أم أنه سيواجه انتقادات تندرج ضمن الخلفيات المذهبية؟